اسمع كده جمهور الزمالك بيقول ايه. كفايه قرف، كفايه بقى قرف وخوض في الاعراض وحرمات بيوت وقذف محصنات. ده ولا دين ولا اخلاق بيسمح بالكلام ده. ليه تجيب سيره مرات لاعب؟ كل مشكله اللاعب ده انه فكر في مستقبله وقرر انه يسيب النادي بتاعك عشان الناس اللي عندك ما كانوش صراحه معاه، ويفكر في مستقبله ويروح للنادي المنافس ليك او لنادي الاهلي او ايا كان النادي. مراته ذنبها ايه انك تجيب سيرتها في المدرج؟ ابوه ذنبه ايه انك تشتمه؟ انت ترضى؟ الناس اللي كانت موجوده بقى، رساله لجمهور الزمالك اللي كان موجود امبارح في المدرج، انت ترضى حد يجيب سيره مراتك او يجيب سيره اهل بيتك؟ طبعا لا. انا هرجع، انت هتقول لي ما الاهلاويه وشتموا امام عاشور قبل كده وشتموا عماد متعب. حضرتك الموضوع على الكل، الموضوع على الكل مش على جماهير الزمالك بس. اللي يغلط يتحاسب. المفروض بقى ايه اللي يحصل؟ بكره لجنه المسابقات او النهارده لجنه المسابقات ورابطه الانديه اللي هم عندهم الصلاحيه انهم يوقفوا كل الناس اللي كانت موجوده في ماتش الزمالك امبارح. توقف كل الناس اللي كانت موجوده في ماتش الزمالك امبارح لعدد كبير من الماتشات او حرمانهم من تكمله الموسم. دي حاجه. لكن اللي احنا هنسمعه ودي المهزله الاكبر بقى اللي هيحصل ايه بكره، هتلاقي او النهارده زي ما قلنا هتلاقي رابطه الانديه طالعه تقول لك احنا بنراجع القرارات، او هم من شويه نزلوا ان هم هيراجعوا الفيديوهات وهيشوفوا جماهير الزمالك شتمت ولا ما شتمتش. لا حضرتك، انت المسؤول انك تجيب حق الراجل اللي اتغلط في عرضه ده. تاني حاجة، ما تقوليش العقوبة 100,000 جنيه وان اللائحة بتقول 100,000 جنيه. لا حضرتك، انت معاك الصلاحية انك تمنع الناس دي من الحضور باقي الموسم.